قالك استنيني لحد ما اخلص جيش وادور على شقة واشوف شغل واجيب شبكة ومهر وقايمة، وانتي صدقتيه واستنيتيه، يا خيبتك يا خيبتك تلاتة يا خيبتك. وماله، عايزة تستنيه استنيه يا أصيلة يا بنت الأصول، استنيه بالسنة والاتنين والتلاتة لحد ما يخلص جيش ويطلع يشوف حياته، واقعدي بقى زيهم 5 سنين لحد ما يحوش ويجيب لك دبلة وشبكة، وبعديها استنيه كمان 8 سنين لحد ما يجيب لك العفش والشقة. وكل ده عشان ايه يا خيبتك؟ خليني اقولك ان الفقر مش عيب ولا بيعيب صاحب، بس انت ايه اللي يخليكي تظلمي نفسك وتستني واحد 60 ألف سنة لحد ما يكون نفسه؟ الزمن بقى غير الزمن، ومفيش حد بقى يستنى حد بال10 سنين. ولو جيتي بقى يا حبيبتي بعد ما استنيتيه كل المدة دي وقال لك اصل امي مش موافقة عليكي، اصل انا مش مرتاح نفسيا، اصل ما فيش بينا نصيب، اصل احنا مش متفاهمين، اصل انا بصراحة هجهز اختي، اصل انا بصراحة هحوش عشان اجيب عربية، انت بقى رد فعلك هيكون ايه؟ جرى ايه يا اخي، هو الحب ولع في الدورة للدرجة دي؟ طب احب اقول لك بقى ان الحب لا بياكل ولا بيدخل عيال مدارس ولا بيدفع غاز ولا بيدفع كهرباء ولا بيجيب لبس ولا بيفتح بيت من اساسه. ولو فاكره يا حبيبتي ان انت هتستنيه كل السنين ده وبعد ما دخلتي على سن ال30 وال40 ساعتها هيتجوزك، انسي. ساعتها بقى امه هتقول له دي كبرت وعجزت ومش هتعرف تخلف لك حته عيل. وبعدين انت ايه اللي يجبرك مع حد لسه لا لقى شغل ولا خلص جيش ولا لقى حياه ولا معاه فلوس اساسا يفتح بيت؟ ليه تظلمي نفسك وتعيشي كل السنين دي والعمر يجري بيكي وما تلحقيش تخلفي؟ وبعدين يا حبيبتي انا عايزاكي تنسي الحب الافلاطوني بتاع الجامعه ده، الحب حاجه والحياه الواقعيه حاجه تانية خالص. ودي مش ندالة منك لكنه منطق. ويا ترى امتى بقى هيقدر يخطبك؟ بعد 7 ولا 8 و10 سنين على الاقل؟ انت متخيله السنين اللي ضاعت من عمرك دي ضاعت ازاي؟ وهل انت متخيله اصلا انك هتفضلي تحبيه كل المده دي؟ وهل انت واثقه اصلا ان بعد كل المده دي هيجي ويتجوزك؟ حبيبتي اللي يجيلك من اولها مش جاهز ومستعد ولا هيعرف يفتح بيت ويشيل مسؤوليه يبقى تشوفي مصلحتك. حبيبتي العمر مش مضمون ولا الحياه بتستنى، والعلاقات اللي من اولها هتضيع لك حياتك يبقى ليه تظلمي نفسك مع واحد انت اصلا مش عارفه اساسه من راسه؟ وبعدين ارجع اقول لك تاني، هو اي حد يضحك عليك كلمتين ويقول لك استني تستني؟ شفتي ايه منه يا حبيبتي طمنك قوي كده عشان تستني معاه الفتره دي كلها؟ وعلى راي المثل، هو انا اكلت ايه عشان اشرب عليه ميه؟ ده لو مضيلك على كمبيالات مش هتبقي مطمنه له قوي كده وتستنيه بال10 سنين، وهتلاقي نفسك ضحيتي بشبابك واحلى سنين عمرك وهتضيعي كل الفرص الحلوه اللي انت بتستنيها. وخدي بالك علميا الست كل ما بتتقدم في السن فرص الانجاب عندها بتقل، لكن الراجل حتى لو وصل لسن ال60 او ال70 ممكن يخلف. وتخيلي بقى بعد كل التضحيات دي يروح يتجوز واحده تانية ويسيبك ويخلف ويبني حياه جديده، حياه سعيده، وانت قاعده محلك سر، لا منك اتجوزتيه ولا منك اتجوزتي حد غيره، لا منك طولتي بلح الشاب ولا عنب اليمن. فنصيحه مني ليكي، ما تعلقيش نفسك في حبال الهوى الدايبه، ده حتى ربنا عرفوه بالعقل. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك يا خيبتك.